بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين ومبيد الدجالين وكاشف زيف المنافقين، والصلاة والسلام على جد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أيها الأحرار في كل مكان، معكم مراد أبو حذيفة الجزائري سرير الأشراف الأدارسة من بني مخلوف بالأورس الأشم بباتنا، أحدثكم من قلب خضراء تونس. خرجت إليكم اليوم عبر قناتكم عين الصقر ليعلنها مدوية أزفت الآزفة وانكشف الغطاء عن تجار الدين وسماسرة الفتن عبر وسائل التواصل الرقمي. إن الشرف الحقيقي في ميزان الشريعة ليس مجرد ادعاء للنسب، بل هو شرف الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما تنفع الأنساب إن خربت العقيدة. ولقد أصل جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة العظيمة، فقال في صحيح مسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من هذا المنطلق الشرعي أقف معكم اليوم حارسا لذخور المنهج، كاشفا لأقنعة الدجل التي استبيحت بها عقول المساكين منذ سنوات. ثبات عين الصقر منذ 2021. أيها المتابعون الكرام، إن محاربتنا للدجل والكهنوت الباطني المعاصر ليست وليدة اليوم، وليست طالبا ترند عابر أو جني أرباح من المال الملعون على اليوتيوب. فمنذ عام 2019 وكذلك من قناتي القديمة 2021 رفعت صوري بالتحذير واللجام والتنفيذ لعقيدة رجل قد فتن به الكثير من العوام، وهو المدعو عمران حسين. لقد انخدع الناس بسيرته الأكاديمية البراقة ومناصبه الدبلوماسية الغريبة ومحاربته عن الاقتصاد والقدس وعلامات الساعة. لكننا بعين الصقر نظرنا إلى العقيدة والمنابع فوجدنا رجل يفسر القرآن والسنة على حسب هواه ويتلاعب بأحاديث الفتن لخدمة أجندات حركية مشبوهة. إن تصيدنا لهذا الفكر منذ سنوات طويلة، يثبت أن بوصلة الأسود السنة ثابتة ولله الحمد لا تتغير بتغيير الأزمان، وأن عيوننا راصدة لكل عابث بأمن الأمة العقدي.
نسف الخليط العقدي لعمران حسين الأساس الباطني. أيها المسلمون، إن عقيدة هذا الرجل هي خليط متلون عجيب، جمع أسوأ ما في الطوائف المنحرفة من باطنية وقرامطية وصوفية حركية. إنه يتبنى المسلك الباطني الرافضي في تفسير كتاب الله، ويعتمد على ما يسميه الكشف العرفاني والنور الإلهي المزعوم، ملغيا بذلك القواعد الأثرية التي سار عليها سلفنا الصالح. هذا التلون والتقي حيث يظهر تارة بثوب سني وتارة بثوب صوفي باطنية الرافضة، هو امتداد تاريخي مباشر لفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي الخبيث الذي دخل بين المسلمين لتفريقهم وتزيين القول لهم لتحولهم عن الآثار الصافية. إن إنكار عمران حسين لحقائق غيبية متواترة كإيجاد يأجوج ومأجوج وصناعة لتأويلات عقلية باطنية هو عين المنهج القرمطي المعاصر، الذي يتلاعب بالدين لإدخال العوام في تيه الأوهام والخرافات. فضح دكاكين المنامات وهدف الدجال في حكم الجبل. ولم يقف الحد عند عمران حسين، بل تناسلت منه في سنين هذه الدكاكين منامات وقنوات يقودها سمار ضيعوا البوصلة وحولوا مقام المهدي المنتظر إلى تجارة رخيصة. إنهم يشغلون الشباب ليل نهار بالرؤى المجهولة والطلاسم الكهنوتية، فهذا كحاتب الليل في تواطؤ مفضوح على ترك تعليم الناس التوحيد، وهو الأصل الأصيل للنجاة من الخسران المذكور في سورة العصر، ليس النجاة بمبايعة المهدي أو معاصرته، بل أنت ستدخل قبرك وحدك وأنا أدخل قبري وحدي. فماذا ستجني الآن كي تنتظر وتتنقب والمهدي؟ ولا كما بني إسرائيل مع البقرة، يصلوا على بلاده ومكانه وهالمولود هالودرا شنو، كل هذا لا يجد. أنهم يخدمون من حيث يشعرون أو لا يشعرون. مخطط الدجال الأكبر في زمن الحكم الجبري، هذا الزمان الذي يمتاز بالاستبداد والقهر وبسط السيطرة المالية الربوية العالمية على مقدرات الشعوب. إن الدجال يسعى لتجويع الشباب وحصارهم بالبطالة والغلاء حتى يقطع حبل انتمائهم لأوطانهم ودينهم، فيركبون مراكب الموت في البحر المتوسط أو يهاجرون بعقولهم هربا من الجحيم. وفي هذا التوقيت العصيب تأتي هذه القنوات الباطنية لتسلب الشباب ما تبقى من عزيمتهم وتدعوهم للتواكل، نعم، وانتظار الخلاص السحري عبر الشاشات. أيها الشباب الأحرار، إن الأمة الإسلامية ليست أمة تنتظر مهدي يتواكل الناس، والحل ليس بالكفر بالأوطان ولا بالهروب الدائم، بل بالوعي والتمسك بحبل التوحيد والصبر الشرعي. إن ليل الظلم والاستبداد مهما طال فله نهاية محتومة، ولكن النجاة مشروطة باتباع المحكم والابتعاد عن المتشابهات. وفي الختام بحديث جدي رسول الله الحصين عليه الصلاة والسلام، الحصين الذي رأيته لكم منذ 5 سنوات في كتاب الحذر، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أعلن بوضوح: أنا مراد لست مهديا ولا أدعي الغيب
وما نحن إلا ممهدو طريق الحق بنور الوحي والأثر الصافي. وعام 2027 إن شاء الله سيكون بإذن الله مقبرة العروش هؤلاء الدجالين الباطنيين وسقوط لأقنعتهم أمام وعي أسود السنة الأحرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.